اول حاجه خليكم فخورين بنفسكم كلكم، لان انتوا عديتوا بمرحله كبيره جدا. خلاص انتوا داخلين على فتره الامتحانات، وفتره الامتحانات على قد ما هي فتره صعبه وعلى قد ما بيبقى فيها توتر وكل الحاجات دي، ولكن الفتره دي كانك شايل حاجات كتير قوي قوي، وطول ما انت ماشي في الطريق انت عمال بترمي حاجه منهم. كل ما تمشي اكتر كل ما بترمي حاجه لحد ما كل الحاجات التقيله اللي انت شايلها دي هتخلص. ففتره الامتحانات على قد ما هي صعبه، بس صدقني كل ما تعدي بامتحان وتخلص ماده وترمي الكتب بتاعتها وتولع فيها، هتحس كده باحساس جميل، وهتحس ان انت بقى خلاص قربت تخلص امتحان مع امتحان. صدقني مش هتحسوا بالفتره دي، وهتخلصوها وتنتهي ثانويه عامه وهتعرف نتيجتك وهتخش الكليه اللي انت نفسك فيها. فبجد هانت وخلاص، عدى الكتير ما بقاش الا القليل جدا. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. فيديو النهارده فيديو من اهم الفيديوهات اللي انا ممكن اعملها على الشانل. بقالي كتير قوي بحضر للفيديو ده، وبقالي كتير قوي بحاول ان انا اجمع اسئلتكم على الانستجرام وعلى الفيسبوك وهنا في الكومنتس عن ايه الحاجات اللي هتعملوها في ليله الامتحان بالظبط، وهتتعاملوا ازاي في اللجنه، وهتناموا امتى وتصحوا امتى، وهتناموا وقت قد ايه، هتعملوا ايه بعد اللجنه، ازاي تستعدوا للامتحان. كل الحاجات دي حاولت ان انا اجمع كل الاسئله اللي انتم ممكن تسالوها علشان ما يبقاش ناقصكم اي حاجه، لان الناس مش متخيله الوضع هيبقى عامل ازاي في اللجنه وقبل الامتحان وكل الحاجات دي. بس زي ما انتم متعودين في الحاجات دي بجد انا ببقى متحمسه ليها كده، علشان انا هبقى احكي لكم بقى ايه اللي انا عملته بالظبط وايه الوضع اللي حصل معايا وانا رايحه الامتحان. كل الحاجات دي مش هفضل بقى اديك نصايح واقول لك اعمل كذا واعمل كذا، لا انا هحكي لكم تجربتي وانتم شوفوا ايه المفيد منها، اخليكم متخيلين شكل الامتحان. هكلمكم عن موضوع الغش برضو، المواقع اللي على التليجرام بجد هل هي فعلا بتسرب الامتحان ولا لا، وهقول لكم كمان على حضروا مراجعات ليالي الامتحان دي ولا لا مع المدرسين. في مراجعات بتبقى بالخمس ساعات والكلام ده كله، هقول لكم برضو انا حضرتها ولا لا. كل الحاجات دي انا هجاوبكم عليها في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، انا من البلتاجي، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا على طول في الفيديو بتاعنا. اول حاجه في الايام اللي قبل الماده طبعا المدرسين بيكونوا عاملين مراجعات ليالي الامتحان، سواء على اليوتيوب او سواء في السنتر. لو ففي ناس كتير كانت بتروح وانا كمان كنت بروح. انا رحت حضرت في العربي، رحت حضرت في اغلب المواد، ولكن مش كل المواد حضرتها، لان المراجعات دي كانت بتبقى مثلا لو انت عندك قبل الماده مثلا 5 ايام، فكانوا المدرسين بيراجعوا في 3 ايام ويسيبوا لك يومين. فانا كنت بروح احضر اول مره، لو لقيت ان انا مستفيده ولقيت فعلا المدرس بيلم لي الحاجات اللي انا مش فاكراها كنت بكمل. لو لقيت ان انا المراجعه دي ما استفدتش منها قوي، او حسيت ان انا مثلا ممكن الم لوحدي في البيت، او لو انا قعدت في البيت هلم احسن، ما كنتش بحضر المراجعات دي، كنت بوفر وقتي، وده انا عملته في اغلب المواد. فانتوا هتنزلوا تجربوا، لو استفدتوا لقيتوا المراجعه بتلم لكم كويس احسن ما انتوا هتلموا في البيت، خليكم مكملين في المراجعات. لو لقيت ان المدرس مش لامم لك حاجه، وان انت لو قعدت في البيت ولميت انت هيكون احسن بكتير، خلاص يبقى تقعد في البيت وتلم انت. ده بالنسبه للمراجعات ليالي الامتحان. الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دي دلوقتي بتمثل 50% من درجاتك في الامتحان. يعني لو انت مذاكر ومخلص كل حاجه فده بيمثل 50%، وال 50% التانيين بيمثلوا الامتحان والجو والتوتر والحاجات دي كلها. لو قدرت تتغلب على، صدقني هتبقى كده انت داخل الامتحان وانت كامل 100%. طبعا اول حاجه حاول ان انت ما تتوترش ليله الامتحان، بالذات ليله الامتحان اللي هو تاني يوم بكره الامتحان. ما تتوترش خالص، لان الوضع مش موتر ابدا. بجد هتلاقي ربنا مديك هدوء نفسي في ليله الامتحان دي، ان انت ما تبقاش متوتر. حاول تخلي الدنيا سهله جدا، ما تحسش ان انت رايح امتحان ثانويه عامه عادي. امتحان ثانويه عامه زي اي امتحان، فما تخلوش الدنيا صعبه عليكم وتوتروا نفسكم. الموضوع بيبقى اسهل مما انتم متخيلين بكتير قوي. خلاص مراجعتك بالليل عادي جدا، وهتنام من بدري. حاول تنام مش اقل من 7 او 8 ساعات، لان انت لو مش نمت كويس صدقني مهما انت كنت مذاكر مش هتقدر تعمل اي حاجه في الامتحان. اوعوا تروحوا اي امتحان ثانويه عامه وانتم مطبقين. انا ما عملتهاش في ولا امتحان، ومفيش اي حد ممكن يعمل كده في اي امتحان. ده امتحان ثانويه عامه، ما ينفعش تروح الامتحان وانت مطبق نهائي. صدقني لو رحت الامتحان وانت مطبق مهما كنت انت مذاكر هتغلط غلطات كتير جدا، وهتبقى غلطات تافهه، وطبعا ده هياثر على درجاتك جدا. حاولوا ان انتم تكونوا مذاكرين العربي كويس ومركزين فيه، لان انتوا لو دخلتوا امتحان العربي وحليتوا فيه كويس وطلعتوا منه مبسوطين هتبقى نفسيتكم كويسه كمان انتوا تكملوا بقيه الامتحانات، وهتكسر بقى عندكم رهبه الامتحان وصعوبه الامتحان. وانا في امتحان عربي الحمد لله كنت طالعه مبسوطه. اي نعم انا كنت حاسه ان انا عكه، وكنت حاسه بحاجات كتير اللي هو كنت متلخبطه وحاجات كتير، بس الحمد لله يعني التوتال بتطلع كده عارف انت حليت كويس ولا لا. اي نعم ممكن تبقى عاكك وحلل في حاجات كتير مش متاكد منها، بس التوتال كده وانت خارج بتبقى عارف ان انت حليت كويس. هتنام كويس، وبعدين حاول ما تفوتش صلاه الفجر. حاول ان انت تصحى تصلي الفجر وترجع تنام تاني. المهم ان انت تصحى الساعه 6. امتحانك مثلا بيكون 9 فانت هتصحى الساعه 6. كنت بصحى اعمل كده اجواء. بجد انا كل ما افتكر لو في اي يوم صحيت فيه الساعه 6 الصبح والله العظيم بفضل افتكر الاجواء بتاعه امتحان ثانويه عامه، وايه الحاجات اللي انا كنت بعملها وقتها. كنت بشغل اي سوره من القران مثلا. كنت بحب اسمع صوت الشيخ عبد الرحمن مسعد، بجد صوته كان فيه هدوء كده. كنت بصحى الصبح اشغله. مامتي وبابايا بيكونوا صاحيين معايا، انا ما ببقاش عايزاهم يصحوا، لان انا بحب قبل الامتحان كده ابقى في اجواء لوحدي. ما بحبش حد يروح معايا الامتحان ولا حد يصحى يوترني. بس
بس هما طبعا كانوا بيصحوا معايا. انا لما كنت صاحيه كنت هاديه جدا، ما كنتش متوتره. صحيت فطرت، افطر حاجه صحيه. صحيت لقيت ماما سلقه لي بيض وعملته لي في سندوتش وعملت لي كوبايه لبن، وبعدين لقيت بابايا عامل لي كوبايه قهوه. صحيت صليت الضحى وقعدت ادعي كده وكنت هاديه جدا، وبعدين فطرت وشربت القهوه. وانا بفطر كنت براجع بقى على حاجات خفيفه كده. اول ما تصحوا اوعوا تراجعوا اي حاجه تقيله ولا تحل اي اسئله، لان انت هتحل اسئله وهتغلط فيها مش عارفه ليه، بس انت هتغلط وهتيجي بقى تتوتر وتقول انا مش عارفه احل وما اعرفش ايه، مع ان انت الاسئله دي لو جات لك في الامتحان هتعرف تحلها عادي. فعشان كده اوعوا تحلوا اي حاجه قبل ما تروحوا الامتحان. كل اللي انت هتعمله انت بتكون بس سايب حاجات بسيطه كده تراجع عليها، حاجه عارف ان انت بتنساها تقراها كده قرايه سريعه بس وانت قاعد هادي كده، وما تبقاش حاجه اساسيه مش مذاكره، انت قاعد بس بتقرا كده وانت بتفطر ومشغل قران وكل الحاجات دي. وانت نازل لازم تاخد معاك ازازه ميه ساقعه، اتاكد ان انت واخد كل الحاجات اللي انت هتحتاجها في الامتحان. ويستحسن ما تاخدوش معاكم حد وانتوا رايحين الامتحان، ملهاش لازمه ان انت تاخد باباك او مامتك تمرمطهم معاك وانت رايح الامتحان او تسيبهم واقفين بره في الشمس، حرام، ملهاش لازمه، وده كمان بيوترك جدا. فلو حد فيكم بيته بعيد مثلا بابا بيوصله، يا ريت يوصله ويروح، ما يفضلش قاعد مستنيه، لان دي حاجه بتبقى اصلا موتره. احسن انت تقول لباباك ومامتك ما حدش يروح معاك الامتحان، وخليك معتمد على نفسك، انت شخص كبير وعندك 18 سنه فتروح تمتحن لوحدك عادي جدا. هتروح الامتحان قبل ما تنزل هتقرا الاذكار وانت نازل، هتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله 3 مرات، وهتروح تمتحن عادي بكل هدوء. هتاخد معاك حاجتك وهتروح اللجنه. اوعى تروح مع اي واحد صاحبك هيراجع معاك، يستحسن بجد يا جماعه روحوا لوحدكم وما تكلموش اي حد وانتوا رايحين. روح الامتحان كده لوحدك ومالكش دعوه باي حد. لو في واحد صاحبك مثلا بيمشي معاك او كده، حاولوا وانتوا ماشيين ما تراجعوش وافصلوا خالص، ما تراجعوش اي حاجه قبل الامتحان، لان انت لو جيت راجعت اي حاجه ولقيت نفسك مش فاكرها هتتوتر جدا وانت داخل الامتحان، هتلاقي بجد الموضوع مش هيبقى احسن حاجه. بعدين طبعا انت داخل اللجنه هتروح تقعد في مكانك، طبعا انت هتبقى عارف الاماكن بتاعتك من الامتحانات اللي ما بتضافش للمجموع، هتروح تقعد في مكانك عادي. حاول ان انت اول ما تروح تطلع على اللجنه بتاعتك على طول وتقعد فيها، عشان انت بتبقى حرام بقى وتطلعوا السلم ونزول السلم. حاول ان انت تروح تقعد وتهدى عشان يبقى عندك كده وقت قبل ما تستلم الورقه ان انت تكون قعدت وهديت واستقريت واعصابك هديت كده، وتبقى هادي جدا اول ما يبداوا توزيع الورق. في العربي اول ما تستلم الورقه انا المدرس بتاعي كان قايل لنا ان انتوا تروحوا على طول تحلوا النحو علشان دي اكتر حاجه مضمونه، وكان قايل لنا ترتيب معين كده ان احنا نحل بيه. طبعا لما تنزل مراجعات تلاقي الامتحان المدرسين بيقولوا فيها الحاجات دي والاسئله اللي تبدا بيها وما اعرفش ايه، بس اعتقد ان ده بيبقى في العربي بس، لان العربي بقى بيبقى فيه كذا شكل للاسئله. لكن في المواد الثانيه هي عدد اسئله ثابت، كل الاسئله زي بعض بتحل عادي. في العربي انا كنت بدات بالنحو وبعد كده تقريبا حليت النصوص، كنت سايبه القراءه للاخر علشان ما اقعدش اضيع وقتي في القطعه وافضل اقراها وما اعرفش ايه، كنت سايبه القطعه للاخر، حليت كل حاجه خلصتها وبعدين بدات بقى ان انا احل القطعه. طبعا لو حليت وبدات مثلا باول سؤال لقيت اول سؤال صعب عادي جدا كمل حل اسئله. انا وانا بحل في النحو لقيت اول سؤال كان رخم جدا وكان اصلا سؤال عليه جدل كبير، عادي حاولت ان انا اتمالك اعصابي ما اتوترش وحليت اللي بعده وحليت اللي بعده. وبعدين بعد ما بتخلص الامتحان وترجع بقى تاني للاسئله اللي انت سبتها، طبعا اي سؤال هيقف معاك هتعلم جنبه كده علامه، انت براحتك الورقه بتاعتك دي بتقدر تشخبط فيها وتكتب فيها وتعمل اللي انت عايزه، هم ما لهمش غير نظافه البابل شيت بس ان انت تكون عامله مظبوط. لكن ورقه الاسئله براحتك شخبط فيها اعمل فيها اللي انت عايزه، علم جنب الاسئله اللي تحتاج ان انت ترجع لها تاني وحل. ولما ترجع للاسئله دي تاني بقى بعد ما تكون حليت بقى الامتحان كله واخدت فكره بقى عن كل حاجه وافتكرت كل حاجه، بترجع تاني الاسئله دي بتلاقيها ان هي سهله، هي بس مخك بيكون متربس في اول الامتحان عشان بقى انت متخيل ان الامتحان صعب وان ما اعرفش ايه. لما بترجع الاسئله دي تاني بتعرف تحلها تاني عادي. تلاقي بقى وانت بتحل حد بيموت جنبك، حد بيصوت، حد بينتحر، حد بينط من الشباك، اي واحده بتعيط. البنات بالذات لو لقيتي واحده بتعيط جنبك مالكيش دعوه باي حد، انت دلوقتي في امتحان ثانويه عامه مالكيش دعوه باي حد، المراقبين في اللجنه وفي ناس كتير جدا تقدر تساعد البنت دي، انت مالكيش دعوه باي حد. والولاد برده ما تبقوش جدعان قوي بزياده بقى، وصاحبك اللي ما اعرفش ايه متوتر تروح تقعد تشاور له وتهديه وما اعرفش ايه. حاولوا ان انتوا تكونوا هاديين في اللجنه ومالكوش دعوه باي حد، وافضل كده مع ورقتك لوحدك كده خالص. طبعا الناس اللي بتحب ان هي يكون اللجنه بقى فيها غش وما اعرفش ايه، بجد اللجان دي بتبقى من اسوأ اللجان. انا لجنتي الحمد لله كانت لجنه هاديه جدا، بيكونوا المراقبين بيسكتوا كل الناس، ما حدش بيتكلم علشان ما يشوشرش على الناس اللي بتحل. بعد ما تطلع من الامتحان ما تراجعش مع اي حد، لان كده كده ما حدش عارف الاجابه الصح، انت كده حليت بطريقه وغيرك حل بطريقه، ممكن انت تطلع اجابتك صح واجابته غلط، ممكن هو يطلع صح وانت غلط. انا بتكلم كده مش في العربي بس، في كل المواد. نسبه كبيره الاسئله اللي انتوا بتراجعوها هي بتكون اصعب اسئله في الامتحان، فكل واحد فيكم بيقول اجابه بناء على ايه ما يعرفش، كل واحد فيكم بيطلع يقول الاجابه اللي هو عارفها، بس احسن حاجه ما تراجعوش. انا فيا طبع وحش جدا وهو ان انا ما بقدرش ان انا ما راجعش بعد الامتحان، بس دي حاجه وحشه جدا جدا جدا، لان انا لما رجعت في امتحان عربي كان كل واحد
ايه الاجابه، وانا جيت بقى قلت انا حله غلط وما اعرفش ايه، وروحت من الامتحان كده عندي سكته قلبيه، كنت عماله اكلم المستر بتاعي واقول له يا مستر انا حليت دي كده، هي دي صح ولا لا؟ فانت مش قدامك اي حاجه غير ان انت تركز في الماده اللي بعدها وتستنى النتيجه، وانت كده خلاص عملت اللي عليك واديت في الامتحان وكده، مفيش اي حاجه ناقصه، انت كده عملت اللي عليك، سيب بقى الباقي على ربنا. صدقوني مش بحلك في الامتحان نهائي، انا ممكن اكون كنت حاسبه لنفسي ان انا اجيب 88% قسما بالله بعد ما خلصت الامتحانات، الحاجات اللي انا راجعتها كنت حاسبه لنفسي ان انا هجيب 88%. فبلاش تحسبوا في الامتحان، لان انتوا دايما بتتوقعوا الاسوأ ودايما بتحسبوا حاجات كتير غلط، وغير ان في اسئله بدرجتين وفي اسئله بدرجه، فانت مش عارف ايه الاسئله اللي بدرجتين وايه الاسئله اللي بدرجه، فانت بتروح تحسب لنفسك ان غلطاتك كلها بدرجتين. فبلاش يا جماعه تعملوا كده بجد، لان هي مش بحساباتنا خالص خالص، هي بحسابات ربنا وهي بسعيك طول السنه. بالنسبه بقى لتسريب الامتحانات اللي بيبقى على التليجرام وما اعرفش ايه، انا ليله الامتحان لقيت نفسي داخله في 60 جروب تسريب امتحانات على التليجرام، انا اصلا ما بفتحش تليجرام، انا لما سمعت القصه دي بدخل على التليجرام لقيتني متضافه في جروبات انا ما اعرفش مين ضافني فيها، جروبات فيها اي بتنجان بجد. اوعوا قبل ما تروحوا الامتحان تبصوا في الجروبات دي، لان هي بتنزل اسئله غلط وبتوترك، ممكن تنزل اسئله صعبه، تيجي مثلا تحاول تحلها تلاقي نفسك مش عارف تحل، فتقول ده هو ده امتحان اخر السنه، هو ده الامتحان اللي انا هحله، فتوتر قبل ما تروح، وهو اصلا ما بيكونش امتحان اخر السنه. انا وانا رايحه الامتحان لقيت واحده بتقول لي ما شفتيش الامتحان اللي نازل على التليجرام وما اعرفش ايه، انا كنت مقرره ان انا مش هبص في اي حاجه من الحاجات دي، لان الحاجات دي بتوتر وكلها كلام فاضي ومش حقيقيه نهائي. فقعدت تقول لي ده امتحان جاي فيه ما اعرفش، قلت لها بصي انا مش عايزه اسمع اي حاجه، ولا امتحان ولا تليجرام ولا بتنجان، انا مذاكره وهروح احل ايا كان شكل الامتحان، انا مذاكره وهروح احل، مش عايزه اقعد اسمع منك اسئله دلوقتي. فرحت عادي، وبعد الامتحان رحت سالتها وقلت لها هو ده الامتحان اللي انت كنت عايزه تقولي لي عليه، هو ده اللي اجى؟ قالت لي لا. فبجد الموضوع بتاع امتحانات اللي بتنزل على التليجرام وشاومينج والبتنجان ده كله، دي كلها حاجات ملهاش اي 30 لازمه ولا ليها اي فايده غير ان هي بتوترك قبل الامتحان. كل بقى اللي عليك اول ما تروح من الامتحان ان انت تمسك الكتب بتاعه الماده تولع فيها تعينها. المهم ان انا كنت كده عامله كرتونه، كل ما اخلص ماده بابايا كان بيجيب لي الكرتونه دي، كنت بقعد بقى اجمع فيها الكتب كده واحطها بحرقه كده وانا محروقه كده، اللي هو الله انا خلصت الماده، وكنت برزع الكتب كده في الكرتونه دي بقى واقفلها واعينها بقى في مكان تاني خالص، لحد ما كل ما اخلص ماده احط فيها كتبها. والكتب بقى انا كنت حاطه الكتب بتاعتي كده في مكان، الكتب بقى عماله تقل 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 تقل، فشكلها قدامي كده يعني حاجه تحفه. انا كنت مصوره كل الحاجات دي للاسف، بس كل الصور دي اتمسحت، فيا ريتها كانت معايا كنت وريتكم الصور دي. وبعد ما بخلص بقى بدخل انام شويه واصحى ابدا ان انا في الماده اللي بعدها وراجعها واخلصها، وكل ما بتخلص امتحان وترمي الكتب بتاعته وتخلص امتحان هتلاقي نفسك والله العظيم بجد فتره الامتحانات دي بتخلص بسرعه، هتلاقي نفسك خلصت بسرعه وخدت الاجازه، وهتلاقي نفسك اللي هو ايه ده خلاص ثالثه ثانوي خلصت وبعدها باسبوع ولا ما اعرفش ب 10 ايام بتلاقي النتيجه ظهرت، وبجد السنه بتنتهي والايام بتعدي بسرعه. انتوا كده دلوقتي تقريبا عدى عليكم 10 شهور في ثانويه عامه، لو رجعت كده تتخيل في اول السنه هتلاقي ان السنه عدت بسرعه جدا، والفتره دي كمان هتعدي بسرعه جدا جدا، وخلاص هتلاقي الامتحانات خلصت. وهي بس كده، بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تحلوا كويس وتحققوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتبعتوا لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. وهي بس كده، باي باي.